لو افترضنا دلوقتي ان انا عاوز اخس او عاوز اظبط جسمي عشان يطلع بالشكل المرغوب فيه، اول حاجه هعملها هبدا في نظام غذائي، وكل يوم هحاول اجري من 10 ل 15 دقيقه، وكل اسبوع هشوف هل في تطور ولا محتاج ازود تمرين عشان اشوف نفسي ماشي على الطريق الصحيح ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسلام اسامه وانت بتتفرج على قناه فهمني. فكره القناه ان انا اقرا كتاب وافهمه بحيث ان انا اوصل لك تجربه اشخاص وصلوا لمكانه معينه وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق. فلو حابب تستفاد اشترك في القناه. اتناقشنا في الحلقه اللي فاتت هل اسيب الوظيفه وافتح مشروعي ولا تنيني في الوظيفه جنب المشروع، وطبعا وصلنا للحل سوا. فلو ما شفتش الفيديو انصحك تشوفه وتكمل معايا. سؤال لك انت دلوقتي، لو انت شخص لسه بادئ تفتح مشروع، ايه الادوات والخطوات اللي ممكن تستخدمها عشان تنجح وتكمل وما تقعش في نص الطريق؟ والكلام ده بينطبق اذا كنت حابب تفتح مشروع تجاري او مسوق الكتروني او ديزاينر او مبرمج، او مش حابب تفتح مشروع اصلا بس حابب تشغل دماغك اكتر. فالفيديو ده ليك. الدرس الرابع يا صديقي من كتاب التدفق اللفظ الرباعي للكاتب الجميل روبرت كيوساكي. فحضر كوب قهوه وصلى على النبي وندخل في المفيد. تفتكر ايه اول حاجه لازم تخطط لها في حياتك عشان تظبط؟ ايوه هو ده، سيطر على تدفقاتك النقديه. طب هعمله ازاي دوت؟ ورقه وقلم يا صديقي واكتب وضعك المالي دلوقتي. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني اكتب معاك فلوس كام، بيدخل لك في الشهر كام، ايه القروض والسلف اللي انت واخدها، وايه الحاجات اللي انت عايز تمتلكها، وايه هي الدراسه او الشهاده او المشروع اللي انت حابب تدخله. خلصت كده؟ تمام. اول حاجه لازم تفكر فيها انك تتخلص من الديون والالتزامات اللي عليك وتحط لها وقت، يعني خلال سنه او سنتين او 3 او الفتره اللي انت تحددها ان انا هسدد الديون دي واكون ملتزم بكده. وده هيحصل ان اقلل النفقات، يعني كنت بخرج مرتين 3 هخليها مره، كنت بشتري ملابس وباكل بنص مرتبي يبقى هخليه 1/10 من مرتبي. انا عارف ان الموضوع صعب شويه بس هحاول اقلل على قد ما اقدر عشان اسدد الديون اللي عليا. وده اللي قال عليه روبرت تاجيل الشعور بالرضا، يعني اقرص على نفسي شويه في الاول وبعد كده هيبقى فيه شعور بالرضا قدام. طب ما ايه يعني؟ طب ما انا هكون راضي دلوقتي وهيكون في رضا قدام. عمرها ما هتكون كده، لان كل يوم عن يوم التزاماتك بتزيد، مصاريفك بتزيد، عندك دايما رغبه في اشباع نفسك وعمرها ما هتشبع. فلو ما سيطرتش عليها مش تعرف تظبط امورك وهتعيش دايما في دوامه. فالحل انك تظبط دنيتك وتحاول تسيطر على تدفقاتك النقديه. طب انا جايب بعد سنه او سنتين او الفتره اللي انا حددتها اتخلصت من كل التزاماتي، ابدا بقى في مبدا التراكم. الفلوس اللي كنت بدفعها للديون ابدا ادفعها لنفسي، اعينها على جنب عشان ابدا استثمر الفلوس دي وابدا المشروع اللي كنت مخطط ليه. طب بخصوص المشروع، هل انا عشان افتح مشروع لازم يكون عندي خبره؟ الجواب يا صديقي. واحد يقول لي طب في ناس فتحت مشاريع وما كانش عندها خبره. هقول لك فعلا في. امال ايه الفرق بقى؟ الفكره ان هو بيحاول يدور ويفهم. لما تكون عارف حاجات حتى لو بسيطه عن المشروع اللي انت داخله دوت هيوفر عليك حاجات كتير. ايه المنتج اللي انت هتشتريه، وهل هو بجوده عاليه ولا بجوده قليله، وسعره كام في السوق، وهتشتريه منين، وراس المال اللي معاك كام. لان كل ما تاخد كميات اكبر هيبقى فيه خصم اكبر، هيبقى فيه ربح اكبر. وكمان مين اللي هيشتري المنتج ده ومين المنافسين بتوعي. طب واحد يسالني انا ممكن اتوكل على الله وادخل اشتري واشوف السوق، لان لو تنتنا على البر مش هفهم ولازم ادخل السوق واجرب. هقول لك شيء جميل بس في حلين. الاول انك تحاول تدور على شريك فاهم في المجال ده، وده هيجنبك حاجات كتيره ممكن تقع فيها او يتنصب عليك سواء في منتج او في سعر. طب لو ما لقيتش يبقى الحل التاني، انزل اسال على السعر قبل ما تشتري وخد عينات بسيطه من المنتج ده اللي ناوي تسوق له ووزعها، وحاول تلف كتير حتى لو مفيش مكسب. وطبعا السوشيال ميديا اثرت علينا حاجات كتير، ومن هنا هتكسب حاجتين. عرفت ايه المنتجات والماركات اللي هتشتغل ومنتشره في السوق، وكمان هتكسب نصايح ناس هتديها لك، وبكده فتحت لنفسك شغل. الفكره اللي بحاول اوصلها لك انك تكون ملتزم بكل حاجه بتخطط لها، وان يكون عندك خطه ورؤيه طويله الاجل تساعدك انك تغير من الوضع اللي انت فيه دلوقتي. وصدقني في حاجات افضل من اللي احنا عايشين فيه. وعلى فكره انا مش بقول لك كلام وخلاص، دي حاجات انا طبقتها بالفعل ونجحت معايا واستفدت منها، واستفدت كمان وانا بعمل مشروع اليوتيوب ده. ما هو ده مشروع برضه محتاج جهد وتخطيط والتزام. انا بقالي اكتر من سنه ببحث واتعلم واخطط عشان اطلع المحتوى ده عشان ينول اعجابك، ونجاحي فيه هو بمثابه هدف. ومن هنا انتهت حلقتنا، ومستنيك في الحلقه اللي جايه واللي هتفهم فيها ليه لازم انتقل من عقليه الاي لعقليه الاس. حلقه دسمه جدا هتنور دماغك. ما تنساش بقى تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.